وين تاني شفنا اللاعبين هما ما دار حتى تغيير باش يدير هذيك الروح تاع المجموعه، ولا يبدل من تكتيك. شفنا يلعب بزاف 4-4-2 جمال بالماضي. علاش انا نلعب 4-4-2 وعندي مهاجمين قويين، عندي لا فورس تاعي في الهجوم، وعلاش نلعب بالوراء؟ تسمى تلعب شغل خطه نجمش تقول دفاعيه، مي بصح 4 ديفونسير. انا جو سوي كونتر، انا الفريق الجزائري كان نلعب 3-4-2 كانت تكون خير وخير. هذه خاصيه المدرب الغير جريء، مدرب اللي ما يغامرش، مدرب اللي يخاف. هذه خاصيته. هذه هي. انا وكان جيت في بلاصه الناخب الوطني انا نغامر، باسكو عندي هجوم قوي ناري. نلعب 3-4-2. Say 3-4-2. Are you serious? هذه هي الخطه. قول لي الواحد الان نجح بها فريق الوطن. كريم غازي ناخب وطني، واش تلعب في الهجوم؟ لعب في الهجوم، لعب سليماني بونجاح. بيبو بيقول لك ايه الخطه اللي كان كابتن رضا يلعب بيها لو درب الزمالك؟ هيبقى خطه هجوميه بحته. يعني هلعب بديفندر واحد والباقي كله هيطير. لان انا عايز اكسب، وجمهور الزمالك بيحب المكسب وبيحب كمان الاداء، فانت لازم توفر له الاثنين. يعني انت ممكن تخسر وعامل اداء كويس قوي والجمهور يخرج يسقف لك. تلعب بايه؟ ايه الخطه اللي تلعب بيها؟ ما انا بقول لك هلعب بديفندر واحد والباقي كله طاير، باك رايت طاير، باك ليفت طاير، وفي 3 هيبقوا هم يعني 4-1 ولا 4-1-3-2 ولا ايه؟ 4-1-3-1. 4-1-3-1. تلعب كده. طيب بس انا عايز اسال حضرتك سؤال كمدرب هتدرب نادي الزمالك. اسال يا حبيبي. ايه خطه 4-1-3-1 اللي حضرتك هتلعب بيها؟ انت مش عايز تكسب؟ عايز اكسب، هكسب ناقص 1. حضرتك بتقول 4-1-3-1 يعني هتلعب ب9 لعيبه. لا هو يمكن هو قصده 4-1-2-1 قصده كده يعني، او 4-1. انت كنت بتقول 2 راس حربه صح؟ لا ده في الماتشات اللي بره، انا بنقول 4 ورا في خط الدفاع. تمام. واحد ديفندر يبقى دي 5 و3 يبقى كام؟ 4-1-3 4-1 ادي 5 و3-1 ادي 9 صح؟